السلام عليكم ورحمة الله. هل فعلا الأرقام ما بتكذبش؟ دايما بنسمع مقولة الأرقام ما بتكذبش، واحد يبدأ إن هو يعرض لك في إحصائيات. هل المقولة هل المقولة دي صحيحة؟ وإزاي أنا أعرف كمحلل بيانات إن الأرقام أو النتائج اللي طلعت أو الإحصائيات صح أو غلط؟ يعني مش فكرة صح أو غلط بالنسبة للأرقام اللي أنا طلعتها بس، بالنسبة النتيجة اللي بتدلل عليها، هل دي حاجات صحيحة ولا خطأ؟ دلوقتي احنا في اجتماع سنوي مثلا لشركة من الشركات. في الاجتماع السنوي ده جاء مدير تحليل البيانات، المسؤول عن تحليل البيانات في الشركة. فنتخيل ان هو شركة حلول برمجية، في إدارة جديدة جت للشركة، بدأ ان هو يعرض النتائج والتغييرات اللي حصلت للشركة من بداية ان الإدارة الجديدة تولت الإدارة. فقال دلوقتي المبيعات بتاعتنا ارتفعت 50%، قبل كده كانت 2000 دولار، بعد كده دلوقتي بقت 3000 دولار، او 200 الف دولار مثلا، وبقت 3000 300 الف دولار. بعد كده قال عدد العملاء الجداد اللي جم في الفترة الأخيرة هم 1000 عميل، قبل كده كان بيجي لنا متوسط 800 عميل، فالشهر ده مثلا تحديدا جالنا 1000 عميل جديد. بعد كده قال صافي الربح في الفترة الأخيرة كان 500 ألف، قبل كده دلوقتي ارتفع إلى 600 ألف، ففي 20% زيادة. قال متوسط الرواتب حتى عندنا في الشركة ارتفع من 5000 دولار كمتوسط إلى 6000 دولار كمتوسط. وقال دلوقتي لما الناس بتدخل آه، الموقع مثلا، او بنعرض عليهم الخدمات، او الكونفرجن ريت، معدل التحول، ان الواحد بيشوف الخدمات بتاعتنا وبعد كده هو يشتري منها، او ان هو يدخل الموقع وبعد كده يشتري الخدمه، ارتفع من 2% ل 4%. واخر نقطه بيقول ان احنا عملنا اي بي تيستنج، يعني عملنا اختبار ما بين منتجات مختلفه علشان منتج الف ومنتج ب، واخترنا منتج ب لان معدله ومعدل التحول بتاعه اعلى من منتج الف اجمالا. فدلوقتي هشوف اي حد البيانات دي هيقول ممتاز جدا، اداء الشركه في تحسن، والاداره الجديده قدرت ان هي تعمل تغيرات ايجابيه على جميع الاصعده. يعني شفنا المرتبات ارتفعت، معدل التحول ارتفع، عدد العملاء ارتفع، المبيعات زادت، الربح زاد. وحتى بالنسبه ان هم يعملوا منتج جديد ويعملوا له الاحصاءات المطلوبه او الاختبارات المطلوبه، قدروا ان هم يعملوا حاجه زي كده وينزلوا المنتج الجديد بتاعهم بناء على اسس احصائيه. فالصوره تبان ايجابيه جدا، بس خلينا بقى نشوف الواقع بتاع الارقام دي هو عباره عن ايه. لو بصينا مثلا ان النسب ساعات بتدي انطباع اكبر من الواقع، بمعنى احنا قلنا ان مبيعاتنا زادت 50%، ده الادعاء اللي محلل البيانات قاله. هو بالفعل المبيعات زادت 50%، بس لو بصينا للمبيعات بالنسبة للربح هنلاقي ان الربح في الاخير ما بيمثلش حاجة حقيقية، لان احنا لو حطينا الجملة دي او الادعاء ده في السياق بتاعه، ان المبيعات والنقل ارتفعت من 2000 ل 3000 دولار، فالزيادة الفعلية هي 1000 دولار. ولو احنا خدنا هامش الربح ان هو 10%، فالربح بتاعنا زاد 100 دولار بس بالنسبة للمبيعات. فده يدل ان المبيعات بتاعتنا حتى وان زادت 50%، بس انعكست قد ايه على الارباح بتاعتنا، اللي هي اصلا الارباح دي بقى بتبدأ تشوفها في المصاريف التشغيلية وغيرها من الامور. مفيش زيادة ملحوظة، فال 50% دي ما ترجمتش لحاجة تفيد البيزنس على ارض الواقع. فبناء عليه ان التأثير على الصافي الربح محدود رغم ان النسبة كبيرة. فانا دلوقتي النسبة مهمة جدا في السياقات كتير، ولكن في بعض السياقات بتدي انطباع خطأ. نيجي بعد كده على رقم الاستحواذ، بمعنى العملاء الجداد اللي جم للشركة. فاحنا قلنا جبنا 1000 عميل جديد الشهر ده، بس لو بصينا على الصورة الحقيقية ان فعلا في 1000 عميل جه جديد، وفي 950 عميل لغى الاشتراك، فمعناه ان صافي النمو 50 بس. فاحنا حرفيا جالنا 50 عميل في الشهر ده لو احنا بصينا لها للسياق الكامل. فالمشكله مش في بس المشكله عندنا في الاحتفاظ بالعملاء، يعني احنا بيجي لنا عملاء جداد والاستحواذ بتاعنا كويس، بس احنا عندنا الغاء الاشتراك كبير جدا. فالرقم ان انا اقول جالي 1000 عميل جديد مقارنه ب 800 قبل كده، مدي انطباع خاطئ ان احنا في زياده في اداء الشركه من جهه الاستحواذ على عملاء جدد، ولكن احنا اصلا المشكله الاكبر ان احنا ما بنقدرش نحافظ عليهم. فانت حتى لو زاد الرقم ده ما بينعكسش انعكاس ايجابي. بعد كده مثلا قلنا في زياده في الربح، فممكن الزياده بالربح دي ما يكونش ليها ارتباط بحاجه تشغيليه. يعني على سبيل المثال احنا قلنا ان صافي الربح زاد 20% في الفتره الاخيره لما الاداره الجديده جت. فلو بصينا هنا هنلاقي ان هي ان ال 20% زياده دي زياده استثنائيه. ليه؟ لان احنا ولنفرض مثلا ان كان في اعفاء ضريبي قيمته 100000 دولار، فان هو رفع الربح بتاعي من 500 ل 600، بس هل الربح بتاعي ده مرتبط بان انا حسنت الاداء التشغيلي، قللت المصاريف التشغيليه او غيرها من الامور، فانعكس ان الربح بتاعي زاد؟ لا، دي حاجه استثنائيه، حاجه موسميه.
موسميه محدده حصلت. فان هي في تغيرات دوريه او تغيرات موسميه ممكن تدينا استنتاجات غلط لو بره الثقه. طيب، متوسط الرواتب برضو ممكن يكون حاجة مضللة. يعني احنا قلنا متوسط الرواتب ارتفع من 5000 ل 6000. احنا شايفين ان متوسط الرواتب ان كان فعلا ارتفع من 5000 ل 6000، بس لو حطيناه في السياق بتاعه هنلاقي ان الوسيط نفسه، بمعنى ان الزيادة دي كانت زيادة بعض مثلا مدراء التنفيذيين، بس أغلب الموظفين رواتبهم ثابتة. فبالتالي الوسيط اللي هو بيعبر بشكل واقعي أكتر في السياق ده عن الرواتب ما زال هو هو. فما فيش فعلا تغير في الخدمات اللي بتتقدم للموظفين، أو المكافآت، أو المقابل أو مقابل الشغل اللي بياخده الموظفين على الشغل بتاعهم. فالوسيط ما اتغيرش، يبقى الزيادة دي ما بتمثلش زيادة متوزعة بشكل عادل بالنسبة لمتوسط المرتبات. بعد كده آه، في نقطة إن الأداء السيء أما تحطه وسط صورة أكبر يقدر إن هو يختفي. بمعنى إيه؟ الادعاء دلوقتي، أول قبل ما نتكلم عن الادعاء اللي إحنا بنتكلم فيه، إن إحنا في حاجة اسمها CAGR، يعني معدل النمو السنوي المركب. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي بشوف السنة دي الشركة أرباحها أو مبيعاتها زادت 10%، والسنة اللي بعديها 20%، والسنة اللي بعديها 30%، وهكذا. فأنا ممكن اقول لك على مدار الفتره الزمنيه دي احنا متوسط الزياده السنويه، او على مدار الفتره دي كلها الزياده السنويه بتاعتنا 15%، بمعنى ان كل سنه بتزيد الارباح او المبيعات بتاعتنا بنسبه 15%. بس لو بصينا فعلا للايرادات بتاعتنا على مدار ال5 سنين دي هنلاقيها فعلا ان هي اول سنه طلعت من 100 ل 170، ارتفاع كبير جدا، 70% من القيمه. بعد كده طلعت من 170 ل 250 في السنة التانية للتالتة، ولكن بعد كده بدأت تنزل. فاحنا لو حطيناه في السياق ان اخر سنتين ادانا ايرادات بشكل سالب، يعني الايرادات بتاعتنا قلت من -10 وسالب 8 في السنتين اللي بعد كده. فبعد ما اول 3 سنين كان فعلا الايرادات بتاعتنا ارتفعت بشكل كويس، اللي هي من 0 ل 100 ومن 100 ل 170 ومن 170 ل 270 ل 240، الا ان هي في الواقع لو احنا ما نحطها ضمن الصوره الكامله ان فعلا ايراداتنا زادت 15% لو نقسمها على اساس سنوي، الا ان هي لو هتمسك كل سنه هتبقى الايرادات بتاعتك خصوصا في اخر فتره قلت. فانت ما تدي الرقم زي كده، الخلاصه ان الاداء بتاعك شكله اضعف من المتوسط اللي انت عرضته على المستثمر مثلا. فالمستثمر لما تيجي تقول له ده انا 15% زياده سنويه، يبدا ان هو يشوفها فرصه كويسه. بس لما يشوف اخر سنين ان فعلا ادائك جاي بالسالب، هيبدا ان هو يفكر ان هو لا، ده مش استثمار ناجح ان انا استثمر فيه. فدي نقطة تانية، ان انا دلوقتي لو حطيت الارقام اقتطعتها من سياقها وحطيتها داخل صورة اكبر اقدر اغطي على الحاجات السلبية في الارقام اللي طلعت لي. بعد كده ممكن تبقى النسبة اتحسنت لكن العدد قل. يعني مثلا معدل التحويل قلنا ان هو زاد من 2% ل 4%، بس لو بصينا على الصورة دي انت كان بيجي لك 100,000 زيارة ومعدل التحويل منهم 2%. يعني من ال 100,000 دول كان في مثلا 200 شخص او 2000 شخص معذرة بيشتري المنتج بتاعك. بس بعد كده الزيارات بتاعتك قلت لحد 10,000، وال 10,000 دول بقى فيهم 400 واحد. فبالتالي ان فعلا معدل التحويل بتاعي زاد، ولكن الارقام كلها اتاثرت لان الارقام كلها انخفضت. فمعدل التحويل ده بالنسبه للعدد ده بالنسبه لي حاجه سيئه جدا، انا مش مؤشر ايجابي ابدا ان انا اعرضه في الاجتماع مثلا. فاحنا اما نيجي نعمل مؤشر لازم ان هو يدمج ما بين فكره عدد الزيارات ويدمج كمان معدل التحويل عشان يدينا بيان للتاثير الحقيقي. نقطة تانية مهمة هي الارتباط لا يعني السببية. يعني ايه؟ يعني مثلا لو قلنا الاعلانات اللي احنا عملناها زودت المبيعات بتاعتنا بنسبة 30%، وابدا ان انا اوري لك الشارت الانفاق الاعلانات والمبيعات، وهتلاقي فعلا لو انت عملت عليه المعادلة الرياضية عشان تطلع الارتباط والكورليشن هتلاقي ان هو نفس المعادلة بالظبط، نفس يعني القيمة موجبة ما بين الصفر والواحد. فمعناه ان في ارتباط قوي، وان فعلا الاعلانات دي هي اللي ادتني ان المبيعات دي ترتفع. بس مش ده اللي حصل. اللي حصل ان هو في الواقع ارتباط حاجتين رياضيا واحصائيا لا يعني بالضروره ان هو ده سبب للتاني. بتكون المشكله اصعب ان انت تدركها لو فعلا ان ممكن يكون في علاقه ما بينهم. يعني الاعلانات والمبيعات في ما بينهم في الطبيعي علاقه، بس مش بالضروره في السياق اللي احنا بنتكلم فيه ده هو اللي يكون حصل. فبالتالي ممكن يكون مثلا السياق لو خدناه ان الحمله دي مثلا تزامنت ان في موسم قوي، او ان هي في عروض، او شركه من شركات المنافسه قفلت، او غيرها من الامور. فبالتالي آه، اما عملت الاعلانات دي اثرت على المبيعات. اما عملت الاعلانات دي في نفس الفتره المبيعات بتاعتي كان فيها تاثير ايجابي. لا يعني ان هو في ارتباط ما بين الاثنين، ما في سببيه ما بين الاثنين حتى لو في ارتباط ما بينهم قوي. فالخلاصه
ان في الزياده ممكن تكون موسميه، ممكن تكون لاسباب تانية. لازم ان احنا نشوف آلية نعمل اختبارات تشوف ان كان في سبب ما بين الاثنين، او في او نشوف نظره اشمل على البيانات عشان نعرف التاثير الحقيقي ده جاي منين. ممكن يكون في سبب خارجي عن الاعلانات هو اللي اثر على المبيعات بتاعتي. فلما افهم التاثير ده ممكن يكون جاي منين، اقدر ان انا افهم الصوره اكمل، واقدر ان انا اخرج من الاشكاليه ان انا عملت ان الارتباط الاحصائي هو السبب للحاجه اللي بتحصل. بعد كده نيجي على النقطة اللي هي متعلقة بموضوع إن إحنا هننزل منتج جديد، فهنعمل له اختبار. يعني هنعرض المنتج الجديد على مجموعة من العملاء، وهنبدأ نشوف أداؤه وكم كم ونسبة الناس اللي اتعرض عليها المنتج اللي اهتمت إن هي تشتري. فهنا في حاجة اسمها مفارقة سيمسون، أو إن هي بيسموها بالإنجليزي سيمسون بارادوكس. فهي دي عبارة عن إيه؟ خلينا نشوف. إحنا عندنا ادعاء إن المنتج ب أفضل من منتج ألف. ليه؟ لأن إحنا دلوقتي عرضنا المنتج على مجموعة من العملاء، فشفنا إن الأداء الكلي الب أفضل من الأداء الكلي الألف، لان ده عدد العملاء اللي اتعرض عليهم واهتموا بيه 70%، وده عدد العملاء اللي اتعرض عليهم وما اهتموش بيه او اهتموا بيه 66%. بس لما نشوف بقى السياق الحقيقي لحاجه زي كده، هنلاقي كالتالي: ان حتى لو المنتج ب الاداء الكلي بتاعه اعلى من الف، لو بصينا في فئه العملاء هنلاقي ان منتج الف افضل. السبب اللي خلى النتيجه النهائيه لب اعلى من الف ان وزن العملاء اللي عرضناه في ب اكبر من الف. يعني خلينا نشوفها بشكل جدول عشان تبقى الصوره اوضح معانا. المنتج ألف عرضناه على نوعين من العملاء: العملاء العائدون، العملاء الريتيرن مثلا، بمعنى ان هو اصلا عميل عندي بس توقف ان هو يشتري الخدمه، فما عرض عليه منتج جديد اهتم بيه. والعميل الجديد اللي هو برضو صعب ان انا اجيبه، بعرضت عليه الخدمه من الاول وشافها واهتم ان هو يشتري الخدمه. فعندنا نوعين من العملاء. لو بصينا على المنتج ألف هنلاقي ان عدد العملاء اللي عرضناهم عليه في الريتيرن كاستمر 100. 90% منهم اللي هو 90 واحد اهتموا ان هم يشتروا المنتج. ونفس المنتج الف لما عرضناه على العملاء الجدد 200 عميل جديد، 120 واحد فيهم اهتم ان هو يشتري منتج. فلو بصينا على ال 90% اللي هي في الفئه بتاعه العائدين وال 60% اللي هي الفئه بتاعه الجدد، اداء المنتج الف اعلى. نبص على نفس الارقام دي في المنتج ب، عرضناه على 400 من العائدين اهتم 320، وعرضناه على 100 من الجدد واهتم 55% منهم. فبناء عليه لو انا جمعت ال 500 اللي هو 400 زائد 100 وقسمت عليهم 320 زائد 55، هنلاقي ان النسبة 70%. ونفس الكلام لو عملناه في بالنسبة لمنتج ألف هنلاقي 66%. اللي رفع قيمة المنتج ب في الأداء الكلي إن أنا عرضته على ناس أكتر، خصوصا في العائدين. عرضته على ناس أكتر خصوصا في العائدين اللي هو أصلا بيكون اسهل ان هو يهتم بالمنتج، ومع ذلك المنتج الف هو الاداء احسن. بمعنى ايه؟ بعد ما اتكلمنا كل الكلام ده، لما بنجمع كل العملاء المنتج ب هيبان ان هو افضل، بس بسبب الاوزان او توزيع الشرائح. بمعنى ان احنا عندنا شريحتين من العملاء او فئتين من العملاء، وعشان احنا عرضنا المنتج ب على ناس اكتر، ادانا التمثيل ده. مع ان المنتج الف فعليا افضل في كل مجموعه، يعني هو افضل في فئه العائدين وافضل في فئه الجدد. فاحنا لازم نبص على التفاصيل مش بس الاجمالي. وليه بقى بتتسمى مفارقة سيمسون؟ لأن أنا دلوقتي عندي بيانات حقيقية بتقول إن منتج أحسن منتج لو بصينا على الصورة الكلية، بس لما نبص من نظرة للفئات هنلاقي لا، الموضوع مختلف. وحاجة زي كده ظهرت إن كان في جامعة من الجامعات عملت الإحصاءات المرتبطة بالتقديم، فشافوا إن أغلب الرجالة نسبة القبول بتاعتهم أعلى من الستات. بس لما بدأوا يبصوا على الأقسام اللي بيقدم عليها الرجالة والأقسام اللي بيقدم عليها الستات، اكتشفوا فعلا إن اداء القبول بالنسبه للسيدات اعلى من اداء القبول بالنسبه للرجاله في جميع الفئات التانية او في اغلب الفئات الفرعيه. فده ان اداء الرجاله اعلى علشان هم كانوا بيقدموا اكتر، بس مش علشان هم بالفعل ادائهم افضل. فعشان كده بتسمى مفارقه سيمسون. المفارقه ان هو الصوره الاجماليه بتدي لك حاجه، والصوره التفصيليه بتدي لك سياق مختلف. فبناء عليه كل الحاجات دي بتخلي الارقام تدي لك معلومات مغلوطه. كل اللي احنا اتكلمنا عليه ده بتبين ان اهمال السياق بيغير النتيجه بشكل كامل. بس في صور تانية تخلي النتائج غير موثوقه. يعني مش بس ان انا اهمل السياق ده هيديني صوره خاطئه، لا، في حاجات تانية تدي صوره خاطئه. اهمال السياق ده معناها ان البيانات نفسها صحيحه والارقام صحيحه، ولكن انا اقتطعت الارقام دي او اقتطعت الحاجات دي من سياقها سواء بجهل او بعمد عشان ادي لك صوره ايجابيه عن الحاجه اللي انا بعرضها.
ودي بتحصل لاسباب كتير، منها مثلا انا عايز مستثمر، فانا عايز ان انا ادي له صوره ايجابيه، فانا اقول له ده انا اخر 5 سنين المعدل بتاعي في الزياده 15% سنويا. بس لو قلت له كل سنه هيبدا ان هو يصرف نظر، زي المثال اللي اتكلمنا عليه. اقول له انا مبيعاتي زادت 50%، اقول له ان انا الكونفرجن ريت بتاعي زادت 2% ل 4%. كل الحاجات دي بتدي لك صوره ايجابيه، بس تحطها جوه السياق بتاعها هتلاقي ان صوره سلبيه، او ان هي بتدي صوره مختلفه تماما عن الصوره اللي انت بتحاول توصلها. في حاجات تانية بتسبب نفس الإشكالية دي، أو إن أنت بتخلي الأرقام اللي بتطلع لك أرقام مضللة. على سبيل المثال طبعا أشهرهم هو التزوير، إن أنا أغير الأرقام علشان أطلع البيانات بتاعتي بشكل صحيح أو إن هي بصورة إيجابية. تاني حاجة اسمها بي هاكينج. بي هاكينج زي ما اتكلمنا قبل كده في موضوع الإحصاء، إن أنا دلوقتي عشان أعمل اختبار إحصائي ويطلع فيه قيمة، أقول إن القيمة دي تدل إن الاختبار الإحصائي ده نسبة القبول بتاعته أو إن النتائج اللي طلعت فيه نتائج إيجابية، بعمل حاجة اسمها البي فاليو. البي فاليو دي كل ما تبقى القيمة صغيرة، كل ما يبقى الاختبار بتاعك بيدي دلالات إن النتائج بتاعتك ليها انعكاس إيجابي. ففي ناس بقى بتعمل بي هاكينج، بمعنى تبدا ان هي تعمل اختبارات كتيره بحيث ان هي تشوف نتائج البي فاليو فيها قليل، حتى لو اغلب الاختبارات اللي عملوها او التجارب التانيه ما طلعتش نفس القيمه دي، ويبدا ان هو يركز عليها. فيبدا ان هو يستغل الموضوع من السياق العلمي، ان انا استغليت الاختبارات وطلعت لك القيم اللي انت مهتم بيها بالشكل اللي انت عايزه. طبعا في العشوائيه والحظ، ان انت مثلا تاخد عينات صغيره، او ان انت تعمل مثلا اختبار آه، في مثلا سياق موسمي او غيره، فيبدا ان هو يدي لك انطباع غلط. الانطباع الغلط ده اللي انت بتبني عليه البيانات بتاعتك، هو في الغالب بيبقى يعني نويز او ضوضاء، يعني هو مش بيعبر عن البيانات الحقيقيه. من ضمن الحاجات اللي انت ممكن تعملها عشان تطلع ارقام مضلله هي انحياز الاختيار. يعني انا دلوقتي ولنقل مثلا عايز اقول، عايز اعمل احصاء، عايز اعمل مثلا استبيان واشوف اهتمام الناس مثلا بنوعيه محدده من المأكولات او الاطعمه او غيرها من الامور. فلما استهدف مثلا فئه مهتمه بالمأكولات الصحيه، وابدا ان انا اعرض عليهم منتج فهو عجبهم المنتج جدا، فابدا ان انا اعمم ان اغلب الناس عجبها المنتج، بس مش ده اللي بيحصل في الحقيقه. انا اخترت فئه في الغالب هيعجبها المنتج. فلما باجي بعمل الاحصاء بتاعي بختار الفئات اللي انا اعتقد بشكل كبير جدا ان هي هتديني النتائج اللي انا عايزها، فانا عملت انحياز في الاختيار بتاعي من الاساس يعني. تاني حاجة التعريف والقياس، بمعنى أنا ممكن إن أنا أكون بعمل الحساب أو بعمل المؤشر بناء على تعريف معين للكي بي أي اللي أنا مهتم بيه أو غيره، بس في الواقع ممكن وممكن بعد كده أغير التعريف ده فيبان نتائج إيجابية. دي هنشوفها دلوقتي شكلها إزاي يعني. والنقطة التانية إن أنا أعرض البيانات بتاعتي بشكل غلط. اعرض البيانات بتاعتي بشكل غلط، من اشهرها مثلا ان المحاور تبقى مبتوره، هنشوفها برضو شكلها ازاي. او ان انا استخدم الوان، اعمل هايلايت على بعض الحاجات هي في الواقع ما بتديش اهميه لو انا عملت عليها هايلايت. او ان انا اغير شكل البيانات في العرض من ان هي نسب مطلقه، من ان هي نسب الحاجات نسبيه لارقام مطلقه وغيرها من الامور. كل الحاجات دي بتديني في الاخر نتائج او ارقام غلط. الارقام في حد ذاتها باستثناء التزوير ارقام صحيحه، ولكن النتائج اللي بتتبني عليها نتائج غلط، لان انا هدفي الاساسي ان انا اعرضها بشكل يدعم السياق اللي انا بتكلم منه او وجهة النظر اللي انا بتبناها. خلينا نشوف مثال. مثلا مثال، انا دلوقتي بشوف عدد العملاء النشطين اللي بيستخدموا البرنامج بتاعي. فانا دلوقتي كنت بعرف ان العميل بيتقال عليه نشط لو بيقعد جلسة كاملة، يعني بيقعد فترة على التطبيق بتاعي بيستخدمه بشكل مكثف، ولو مرة واحدة في الاسبوع. بس من شهر 5 غيرنا التعريف ده، قلنا لا، العميل النشط هو اللي بيفتح التطبيق بغض النظر عن مرة واحدة أو قعد جلسة كاملة أو ما عادش. فلو بصينا على البيانات هنلاقي إن هي ارتفعت بشكل كبير جدا من 100 ل 160 ما بين شهر 4 وشهر 5. أول لما غيرنا التعريف، القفزة اللي طلعت دي شكلها حلو، بس جاية من سبب إن إحنا غيرنا الآلية اللي بنحسب بيها المؤشر ده. فإحنا لو بصينا عليه بنفس المؤشر ووحدنا وحدنا الآلية اللي احنا بنحسب بيها المؤشر وعملنا الموضوع ده على القيم اللي قبل كده والقيم اللي بعد كده، هنلاقي ان هي طلع من 100 ل 105. فبالتالي في زيادة، بس مش بهذا الشكل اللي احنا حاولنا ان احنا نصوره. ان احنا حاولنا نصوره بناء على ان احنا غيرنا التعريف مرة واحدة من غير ما نوحد التعريف اللي احنا بنطلع عليه البيانات. والعرض البصري مثلا من ضمنها موضوع ان المحور يبقى مبتور. لو بصينا كده هنلاقي ان مثلا المحور بادئ من 97 ونص لحد 100%. فمن 97 ونص لحد 98 نسبة قليلة، بس من 97 ونص لحد 100 رقم كبير جدا. فانت تحس ان هو في زيادة كبيرة جدا، ونفرض دي مثلا بيانات المبيعات. انما لو بصيت على السياق الكامل الزيادة تكاد تكون غير ملحوظة لو بصينا من نفس المحور اللي احنا مهتمين بيه. ساعات طبعا ان انت تشيل المحور يبقى حاجة سليمة او صح، زي ما شفنا في المثال اللي قبل كده.
وساعات بيبقى بيديلك معلومات مغلوطة أو بيانات مغلوطة. فدي مشكلة بإن أنا بعرض البيانات بشكل يديني انطباع غلط عن البيانات اللي عندي. وللتنبيه ان عرض البيانات او الداتا فيجواليزيشن مهم جدا في فهم الانماط وفهم حاجات كتير. بل بالعكس ان هو بل اصلا ساعات بيبقى ان انا اعرض البيانات، يعني البيانات احصائيا بتدي لي قيم متشابهه، بس انا لما اعمل لها تصويرات بيانيه هتديني زوايا مختلفه للتحليل، او هتديني البيان، يعني هيبان عندي انماط مش باينه بمجرد الارقام الاحصائيه اللي هي متوسط والستاندرد ديفيشن وغيره. فتمثيل البيانات بصريا حاجة مهمة جدا، بس اعتمد ان انا امثلها بالشكل اللي يدعم السياق اللي هي محطوطة فيه. فبناء على كل ما سبق، زي ما تنخدعش بالارقام. اول حاجة، اما تيجي تقارن، قارن على نفس السياق، يعني قارن على نفس الشرائح. يعني نيتك مثلا في المقارنة مثلا زي موضوع التحويلات، يبقى مش بس اشوف التحويلات، لا، يبقى النية ان انا اشوف الكي بي ايز اللي بينعكس من التحويلات وعدد العملاء الجدد اللي جم عندي، نفس الفترة الزمنية، نفس القناة او نفس الفئة اللي احنا بنستهدفها، زي ما احنا شفنا في موضوع مفارقة سيمسون. النقطة التانية، صحح التجارب بتاعتك. النقطة دي متعلقة بالبي هاكينج، بمعنى ان انا دلوقتي آه، احط الاسس الاحصائية والاكاديمية. لو انا شغال في سياق اكاديمي، القيم اللي هتطلع عندي تبقى قيم صحيحة، اتجنب ان يبقى فيها اي تلاعب، او اتجنب ان انا ابدا اعيد التجارب بشكل غير ضروري علشان اطلع القيم اللي انا مهتم بيها مثلا في البي فاليو. وموضوع تصحيح التجارب ده برضو منعكس على كل حاجه. يعني على سبيل المثال موضوع مفارقه سيمسون، لو انا عندي القدره، مش دايما بيبقى دي الحاله، عندي القدره ان انا اوحد عدد العينات او عدد الافراد اللي انا بعرض عليهم المنتج الجديد او الخدمه الجديده عشان تبقى الارقام صحيحه، واتجنب حته مفارقه سيمسون، اعمل حاجه زي كده. طبعا اظهار الحاجات المطلقه مع النسبيه، بمعنى ان انا زي ما شفنا النسب مثلا، قلنا ان المبيعات زادت 50%، اما نحطها في الساقه ونحطها مع الارقام بشكل كامل ونشوف التاثيرات، هنشوف حجم التوزيع على حاجه مثلا زي الارباح. فلو حطينا الاثنين مع بعض، اللي هي القيمه والنسبه، هيدينا صوره اوضح واشمل. النسبه لوحدها قد تكون مضلله، مع انها في الغالب بيبقى ليها استخدامات وفوائد كتير، بس على حسب السياق اللي احنا بنتكلم فيه. راقب الوقت، بمعنى ان دلوقتي في حاجات لما تيجي تبص لها على امتداد زمني ممكن تلاقي فيها تغيرات. التغيرات دي ممكن يكون لها سبب موسمي، ممكن يكون لها سبب خارجي، زي مثلا اللي حصل في 2019 و2020، اما المرض انتشر بشكل كبير جدا، فبالتالي اغلب الشركات تاثرت، وبعد كده ادائها طلع تاني. فانا لو قارنت مثلا 2023 ب 2022 21 هلاقي الاداء مرتفع، بس المفروض ان انا اقارنه ب 2019 وما قبلها عشان اشوف الصوره الاكمل للموضوع. اشوف برضه استخدم متوسطات اللي هي متحركه، اللي هي موفينج افريج، او ان انا اعمل مقارنات سنويه واشوف في عين الاعتبار الحاجات الموسميه دي ممكن يكون ليها استمراريه او ليها تاثير في نفس الفتره الزمنيه او نفس الموسم ولا لا. واخر حاجه برضه اللي هي النقطه المهمه، بص على الصوره كلها، اربط المؤشرات بالنتائج النهائيه، زي مثلا الربحيه، الاحتفاظ بالعملاء، جوده العملاء في السياق او في الشركه اللي احنا بنتكلم فيها، بحيث ان انا لما يبقى عندي الصوره الكامله اقدر ان انا اتاكد بشكل سليم ان البيانات اللي عندي بتخدم على الصوره الكامله، مش مقتطعه من سياقها. ودي اهم نقطه، ان انا اقتطع الحاجات من سياقها هيديني معلومات مغلوطه ونتائج مغلوطه. فبناء عليه كل المؤشرات اللي طلع محلل البيانات يعرضها على الشركه وادى صوره ايجابيه، بتخبي وراها نتائج كارثيه بالنسبه لاداء الشركه دي وبالنسبه للسياق اللي هي بتتعامل معاه. فبناء عليه، هل الارقام ممكن تكذب؟ الارقام ممكن تكذب على حسب السياق اللي انت بتحطها فيه. اهم نقطه عشان تتجنب ان الارقام ما تكذبش، تحطها في السياق الصحيح. يعني تقدر تقول ان الارقام دائما بتطلع بيانات مغلوطه ما لم تتحط في السياق بتاعها. ده كان كل حاجه بالنسبه للفيديو النهارده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.